ازيكم حبايبي. هنعمل مع بعض النهاردة الشابو. هنتعلم ازاي نعمل المقاسات المختلفة لأي شابو، سواء أطفال أو كبار. ممكن نحدد المقاسات ازاي. يلا تابعوني. بس قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة دودو فور تريكو اند كروشيه. يا ريت تتابعوني وتعملوا لي لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، ويا ريت كمان تشرفوني على الجروب بتاعي برضو، عشان تتابعوا اي فيديوهات انا بنزلها عليه. عندي هنا الشابو ده شابو مقاس كبار، مقاس سن كبير يعني، حريمي. ممكن نعمل زيه برضو مقاسات اطفال، يعني حسب الجزء اللي من هنا، اللي هنا من فوق ده بيتحدد على حسابه. يعني مثلا في الاطفال بياخد مثلا من هنا. احنا طبعا هنا بنستخدم اليس ديفا. اوريكم برضو نوع الخيط. اليس ديفا هو ملمسه حريري، عامل زي القطن كده شوية، بس طبعا هو مش قطن، هو اكليريك بس ناعم، ويبان ان هو قطن، بس من الخامات الحلوة في الصيف، يعني بيبقى حلو جدا. يعني مش بتحرر، حلوة. هنستخدمها للشبهات. ممكن كمان عملنا منها كمان البلوزات. يلا نبتدي مع بعض. اول حاجة عندي طبعا لازم استخدم ابرة مناسبة للخيط. الابر اللي هي الصغيرة دي، اللي مكتوب عليها رقم 4، دي طبعا اللي هي المعدن. في ابر تانية مثلا بيبقى مكتوب عليها 4 او 4.5، اللي هي المقاسات اللي هي ده الألمونيا. ده برضو مختلف شوية، المقاسات ده مختلفة عن ده. هتلاقي دي مكتوبة مثلا 4.5. المقاس ده في الإبرة الرفيعة بيبقى مكتوب مثلا 4، مع ان الاتنين 4، بس في اختلاف في المقاسات. دي اسمها إبر معدن او الستانلس. التانية الإبر اللي هي بيقولوا عليها ألمونيا. هنبتدي اول حاجة. طبعا انا هنا الاحمر بيبقى صعب شوية علشان في التصوير، فانا هستخدم عندي الخيط ده برضو نفس البقرة، بس انا بعملها كورة كده علشان ما تكرش مني او ما تتلخبطش، ما تتلخفنش مني. هنبتدي مع بعض. اول حاجة هعمل 4 سلاسل. 1 2 3 4. هقفل عندي في اول سلسلة انا عملتها، هقفلها منزلقة. هرتفع سلسلة واعمل غرز الحشو. هعمل الغرزة اللي هي بتدي علامة الفي في الشكل ده. لو انتوا خدتوا بالكم، في ليها شكل معين وليها طريقة سحبة معينة. كده بعد ما ارتفعنا السلسلة جوه الدايرة دي هنعمل غرز الحشو. هعمل كده، هسحبها من الناحية دي كده بالشكل ده، واعمل كده. ادي 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا عملت الاول 4 سلاسل، وبعدين عملت جواهم 8 غرز حشو بطريقة معينة. ممكن ان احنا نقفل بمنزلقة ونقفل السطر زي كده.
وممكن بقى ايه ان احنا نلف كده حواليها على طول داير ما يدور من غير ما نقفل السطر. إيه لما نيجي نقفل السطر بتبان جزء فيه كده، زي مثلا دي هنلاقي مثلا بيبقى لما بنقفل السطر بيبقى فيه علامة كده واضحة. هنا انا عاملاها من غير ما اقفل السطر، بيبقى داير ما يدور كده، وده الشكل اللي بيبقى احلى. عملتها هنا برضو في واحدة كحلي، دي انا عاملاها قاعدة الشنطة بس عملها فتلتين. فالطريقة دي جميلة ما بتبينش الخط بتاع القفلة. هنعملها ازاي؟ اول حاجة هحط العلامة على بداية الدايرة بس علشان اعرف بداية الدايرة فين. انا عاملة هنا 8 غرز حشو. هبتدي بقى اعمل على طول من غير ما ارتفع، وهعمل في كل واحدة 2، يعني هعمل 16 غرزة حشو، يبقى 8 وبعدين السطر اللي بعده 16 كده 4. هنكمل بقى الطريقة بالطريقة دي. كده عملت ال16 غرزة. هبتدي بقى ابتدي تاني اعد، هزود 8، اشتغل 2 1 2، بعدين واحدة من غير تزويد، بعدين 1 2. بس هحط بقى برضو المكانة عشان اعرف بداية السطر، بس مجرد ان انا اعرف هعمل في التزويد. يبقى اول حاجة كان 4 سلاسل، بعد كده 8 غرز حشو، السطر اللي بعده 16 غرزة حشو، بعد كده بعمل 2 في واحدة وواحدة من غير تزويد، يبقى واحدة 2 في واحدة 2 واحدة من غير تزويد، كده 2 وبعدين واحدة من غير تزويد، 2 في واحدة ادي 1 في نفس الغرزة بعمل 2 وبعدين واحدة، واكمل السطر لغاية الاخر. كده خلصت السطر اللي هو فيه بزود 2 في واحدة وبعدين واحدة. بعد كده اول السطر التالت هبتدي بقى اعمل 2 ادي 1 2 وبعدين ازود 2 في كل واحدة بالشكل ده. طبعا انا هنا عاملة بالخيط رفيع علشان يبقى الشغل خفيف، ما يبقاش الشابو تقيل ويحرر، فعملاها فتلة واحدة. اللي حابب بقى يعمل فتلتين في الحالة دي هيكبر الإبرة شوية. ممكن نجيب رقم مثلا الإبرة دي، لو هشتغل بفتلتين الإبرة دي رقم 1.9، دي تخينة شوية عندي، ده لو انا هعمل من الفتلتين. ده الفرق بينهم هوضحه برضو. في فرق بين المقاسين مختلف، ده اتخن شوية من السن ده. هبتدي اكمل بقى كده بالطريقة دي، اشتغل 2 ادي 1 2، وطبعا احط برضو عشان منساش مكان التزويد فين، وبعدين 2 في 1. عرفنا الطريقة ازاي بناخد الإبرة
او الخيط بالطريقة دي اهي، الفتلة الناحية دي كده اهو. ده مختلف عن الطريقة دي، احنا بناخد كده ده العادي وبنقفل كده، لا احنا هنا بناخد بطريقة مختلفة شوية. باخد كده الابرة هي اللي تبقى فوق الخيط واسحب كده، ده بيدي شكل علامة الفي زي كده اهو. لو تلاحظوا في علامة في بالشكل ده كده اهو. هكمل بقى بالطريقة دي. بعمل غرزتين، ادي واحد وواحدة في اللي جنبها، وبعدين بزود واحد اتنين في واحدة، بعدين واحد اتنين، بعدين ازود اتنين في واحدة، واكمل لغاية اخر السطر. وصلنا كده لاول السطر اللي بعده. هنبتدي بقى نعمل واحد اتنين واعمل تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وبعدين في الرابعة بعمل اتنين في واحد، واحد اتنين، غرزتين في نفس المكان. يبقى بعمل ادي واحد اتنين تلاتة، بعدين غرزتين في نفس المكان، واحد اتنين. منساش برضو احط عندي العلامة برضو عشان منساش انا بزود فين. واحد، هنا اخر حاجة عملناها اتنين في واحدة، يبقى واحد اتنين تلاتة، وفي الرابعة بعمل اتنين في واحدة، واكمل للاخر. السطر بقى اللي بعده بعمل برضو واحد اتنين تلاتة اربعة، وفي الخمسة بزود اتنين، بعمل في الخمسة اتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بزود فيها اتنين، يبقى بعمل اربعة وبزود في رقم خمسة اتنين. منساش برضو احط العلامة، احنا عندنا العلامة هنا اهو عشان ما نتلخبطش. وهنمشي بقى كده بالطريقة دي لغاية ما نوصل للوسع بتاع اللي احنا عايزينه. لو انا حابة مثلا هدخل اللون اللي بعده، هقفل بمنزلقة كده بالشكل ده، بحيث ان ما يبانش او يبان ان كأنه سطر مقفول عشان ما يتبانش. وبعد كده ببتدي اركب اللون اللي بعده. هركب الخيط اللي بعده بالشكل ده، وهاخد الاتنين مع بعض عشان ما يبانوش، يعني هشتغلهم مع بعض كده في الظهر بالشكل ده. وهشتغل بقى زي ما انا ماشية، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة،
وفي رقم 6 بزود 2، 1 2. ممكن بقى نقص عندي الفتل دي الزيادة دي بقى. احنا خدنا الطريقة ازاي بنشبك الخيوط مع بعض. 2 3 4 5 وفي 6 بزود 2. وامشي كده بقى داير ما يدور. كده خلصنا السطر الابيض. بعد كده بنشتغل بقى سطر تاني من غير تثبيت. بعد كده بقى بشتغل برضو 7 في 7 بزود، يعني بشتغل قصدي 6 وفي 7 بزود 1 1 2 3 4 5 6 وفي 7 بزود 1 1 2 3 4 5 6 وفي 7 بزود 1. اكمل بقى كده. عملت 3 سطور بالابيض. طبعا الالوان دي بقى براحتكم انتوا بقى، ممكن عايزين تعملوها ساده، عايزين تدخلوا لونين في بعض، عايزين تعملوا مثلا 6 سطور روز مع سطرين ابيض. الالوان دي بتاعتكم انتوا تفننوا فيها بقى، بس انا بوريكم بس الفكره بتاعت الشابو. طبعا لما بنوصل للطول اللي احنا عايزينه، مثلا لو احنا عايزينه لطفلة صغننة مثلا سن مثلا سنة، بنعمل العدد ده حوالي 18 ل20، يعني ممكن من 18 ل20 سطر، طبعا حسب الفتلة. يعني الفتل الرفيعة غير الفتل التخينة غير الصوف، كل فتلة مختلفة. ما ينفعش مثلا ان انا اقول 20 سطر في صوف، الصوف بيبقى تخين، او في ابر رقم 4 كبيرة، او رقم 3. يعني مثلا 3 دي بنشتغلها على الصوف. ما ينفعش ان نفس الاعداد تبقى زي بعض، يبقى لازم تقل في العدد. بالنسبة للخيط ده زي ما احنا ماشيين كده لطفل صغننة، يبقى نعد بالسطور من هنا، من اول هنا كده 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. من 18 ل20 بعد كده ما هنا ما وصلت للطول اللي انا عايزاه، قلنا من 18 ل20 سطر لسن سنة. هنبتدي ازاي بقى؟ هنشتغل من غير ما بنزود، هنشتغل من غير تزويد. اول ما بدينا سطرين بدون تزويد، بدت تاخد شكل التانية بتاعة الشابو من فوق، بدت تتني اهي. هنشتغل بقى شوية كده وارجع اقول لكم اشتغلنا كام سطر، ونبتدي نوسع تاني عشان تاخد الشكل ده اللي هو الشكل الواسع ده. هبتدي بقى اشتغل وارجع لكم واقول لكم اشتغلنا قد ايه.
كده بعد ما اشتغلنا حوالي 6 سطور، 1 2 3 4 5 6 اشتغلناهم بغرزة الحشو. هنبتدي نعمل الجزء اللي هو ازاي بنوسع الجزء ده كده، ازاي بنخلي الجزء ده يوسع. هشتغل حشو برضو، بس هزود كل 3 غرز. يعني هعمل 1 2 3. هاجي في التالتة هزود واحدة كمان، يعني 1 2 3. في التالتة هعمل 2 1 2 3. في التالتة هعمل واحدة كمان، يعني 1 2 وبعدين 3 وتزايد. في التالتة بعمل غرزة تزايد، 1 2. في التالتة بعمل غرزة تزايد. بالطريقة دي لما بزود بيبتدي عندي الشابو يبتدي يفرد كده، يرجع يفرد تاني. يبقى لما بحب ألمه يبقى بالشكل ده، بضيق او ما بزودش. لما بحب عايزة اوسعه بزود. بدأ عندي هنا الشابو اهو بياخد يوسع كده. هبتدي بقى اكمل بالطريقة دي كل السطر. هنشتغل زي ما قلنا، ادي 1 2 3 وازود واحدة في التالتة، 1 2 3 وازود واحدة في التالتة. هكمل بقية السطر وارجع تاني. كده خلصت السطر الاول في التزايد. هنبتدي بقى نشتغل السطر اللي بعده بدون تزايد. يعني هشتغل كله كده على العدد الموجود ده بدون تزايد. طبعا هشتغل بقى السطر ده من غير تزويد. كده خلصت السطر الاول بعد التزويد. يعني الاول في تزويد عملت 1 2 وفي التالتة بحط غرزتين. وبعد كده السطر اللي بعده عملته بدون تزويد. السطر التالت بعد او التاني بعد التزويد هيبقى برضو من غير ما نزود. هنشتغل برضو سطر تاني من غير ما نزود فيه اي حاجة. اشتغلت انا كده سطرين بدون تزايد. بدت تبان اهي. طبعا كل ما بنزود بيطول الجزء ده وبيوسع كده. دول يبقى احنا بدينا هنا تزايد. هنا كان التزايد علشان الشابو ياخد الكيرف اللي هو المنبسط او يوسع. بعد كده اشتغلت سطرين بدون تزايد. في السطر بقى اللي هو التالت هنبتدي نشتغل 5. في ال6 هنعمل تزايد. يعني هشتغل 5 حشو، 1 2 3 4 5. وفي ال6 هعمل تزايد، 1 2 3 4 5. وال6 هعمل تزايد.
تزايد يعني 2 في واحدة. رقم 6 هعمل فيها 2، 1 2 3 4 5 وفي ال6 تزايد، وهكمل السطر ده على كده، واشتغل برضو بعديه سطرين بدون تزايد وارجع لكم تاني. كده اشتغلت كمان 3 سطور بدون تزايد. ممكن بقى نعمل برضو زي ما عملنا هنا، هنعمل برضو واحدة كده هنا برضو عشان نبقى نستخدم بعد كده شريط الستان، وبندككه هنا يبقى شكله جميل. طبعا هندكك هنا برضو اوريكم. يدي شكل حلو قوي الستان. او لو ما فيش ستان بنعمل سلسلة من او رباط من الكروشيه برضو، هبقى اعلمه لكم. بس الستان شكله شيك قوي، شكله جميل. بندكك هنا، وهنعمل واحدة كمان من اللي احنا عملناهم، اللي هي العمود سلسلة عمود. نبتدي بقى نشتغل عمود سلسلة عمود. هقفل الاول بمنزلقة. طبعا انا ببقى عارفة فين المكان بتاع التزويد او تغيير السطر. احنا كنا هنا بنفس المكان بالظبط، لو احنا اخدنا بالنا هتلاقيه اهو. بعد كده برتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. هسيب غرزة واشتغل عمود بلفة، واعمل غرزة، اشتغل عمود بلفة، غرزة، عمود بلفة، سلسلاية، واسيب واحدة من تحت واعمل عمود بلفة، سلسلاية واعمل، اسيب واحدة من تحت واعمل عمود بلفة، واشتغل كله بالطريقة دي. كده خلصنا العمود، عمود بلفة. هبتدي بقى اشتغل كمان حوالي، اتأكد برضو ان الغرز عندي ما بدتش تضيق، مظبوطة. دايما كده كل شوية ابص اشوفها مظبوطة ولا لا. هي كده مظبوطة. هبتدي بقى احط ازود هنا غرز حشو، اشتغل تاني غرز حشو، بس هعمل بزيادة شوية. اشتغل 1 2 3 4 5 6 7، وفي التامنة هعمل 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7، في التامنة هعمل 2 بالشكل ده، علشان ما عنديش تقوس مني. لازم كل ما بزود في المساحة بزود في الغرز. هكمل بقى كده بالطريقة دي، وهشتغل برضو بعديها 3 سطور كمان، وكده هقفل على كده، وهنبقى نعمل بقى الستان مع بعض. كده خلصنا ال3 سطور الاخرانيين. هنبتدي اخر سطر بقى هنقفله بطريقة غرزة
منزلقة. طبعا غرزة المنزلقة اخر سطر بنعمله غرزة منزلقة بالشكل ده. عشان يدي سمك للطرف بتاع الشابو. لو خدت بالكم ان هو ايه سميك شوية من هنا، يبقى اخر سطر نعمله غرزة منزلقة بالشكل ده. وسحبة الخيط العادي اللي زي غرزة الحشو العادية كده برضو نسحبها من بالشكل ده، بنلف الخيط بالشكل ده. واحاول ايديا ما تبقاش مشدودة قوي عشان ما طرف الشابو ما يبقاش مشدود، يعني ابقى موسعة شوية كده، ما يبقاش ايه على الاخر خالص كده، يعني ايه بالشكل ده. هكمل بقى لغاية الاخر السطر وارجع لكم تاني. اخر غرزة بقى بسيب عندي الخيط كده بالحلقة كده بتاعته، وبعدين بسحبه بالشكل ده بدخله لجوه. دخلته لجوه كده علشان ما يبقاش باين اهو بالشكل ده. نبتدي بقى اقص عندي الخيط وادخله في الحلقة اللي انا طلعتها دي بالشكل ده كده. تمام، معدتش باينة، كله ايه زي بعض. طبعا الفتل دي لو في فتل طالعة بنبتدي بالابرة التنظيف وننضفها كده. خلصناها، فاضل ان احنا نركب الستان. طبعا طرف الستان بنقصه كده زي 8، وبعدين بنعمله ولاعة كده علشان ما ينسلش. ممكن بقى ابتدي ادكك عندي، ممكن بندكك بكذا طريقة. ممكن استخدم بنسة الشعر، نربطها كده حاجة بسيطة كده، هبتدي بقى ادكك. تدكيك سهل خالص، بس اهم حاجة ايه شريط الستان نخليه على الجزء اللي بيلمع كده بالشكل ده. نخليه كده بالشكل ده يبقى شكله حلو. وهكذا بقى لغاية ما نخلص كل الأجزاء. نبتدي بقى نقص الجزء ده كده، خليه قده. هعمل الجزء ده زي ما انا عملت ده برضو، سبعة كده. ممكن بقى بالولاعة بتاعتنا عشان ما ينسلش كده. ممكن نعملها بقى فيونكة كده،
شكلها جميل ورقيقة حلوة جدا. ممكن برضو نعمل شريط ستان هنا برضو براحتكم برضو، او ممكن نسيبه كده. والفيونكة طبعا بتبقى ساعات من ورا، يعني ممكن نحطها من ورا وممكن على الجنب برضو، دي حسب انتوا تحبوا ايه، ودي طبعا الاذواق بتاعتكم. وممكن كمان نحط لها كده وردة بالشكل ده، شكلها حلو قوي برضو، شكلها جميل ورقيق. دي بقى الحاجات الشغل بتاعكم انتوا بقى، وانتوا اللي تشوفوا المناسب ليكوا والاذواق بتاعتكم. هنعمل لها كمان شريط من الستان عشان نستخدمه كروبات للبيبي او كده، عشان الشابو ما يقعش منهم. بنثبته هنا بالطريقة دي بإبرة، والناحية التانية برضو نفس الفكرة، وهنحاول نثبتهم هنا بالإبرة. وطبعا لازم نعملهم بالولاعة الأول عشان ما ينسلش. ممكن نعملهم بشكل دائري بالشكل ده، بالولاعة برضو نبتدي نعملها، والطرف التاني برضو نعمله بالولاعة عشان ما تنسلش. ونبتدي بقى نثبتهم في الجنبين من جوه كده، ونبتدي نثبت. نحاول بس الخيط ما يبانش من الناحية التانية. والجهة التانية برضو بنثبت الخيط، برضو بنثبت قصدي شريط الستان التاني كده. ركبنا الشريط طبعا ده علشان يتربط للأطفال، بيقع ممكن منهم، فممكن ان احنا نربطهم له كده. ودي الوردة حطيناها، وكده يبقى خلصنا الشابو. هناخد بقى كمان عايزة اقول لكم المقاسات اللي ممكن ناخدها لكل الاعمار. كتبت لكم السطور اللي ممكن نستخدمها. دي المقاسات من 3 شهور لسنة، ممكن نعمل من 18 ل20 سطر حشو. وطبعا لازم الإبر اللي هي الرفيعة مع الخيط الرفيع، من سن 2 ل4 سنوات من 22 سطر ل24 سطر، ومن 3 سنوات ل5 سنوات من 24 سطر ل26 سطر، ومقاس من سن من 9 ل12 26 ل28 سطر. المقاس الكبير بقى بينفع لكل المقاسات من 28 سطر لغاية 30 سطر. يعني الكبيرة دي اللي انا عملتها دي تقريبا واخدة 30 سطر. وببتدي بعد كده طبعا انا قصدي هنا قاعدة الراس اللي هي من فوق دي، ممكن نقيس مثلا لو عندنا شخص صغير او كبير، ممكن نقيس الدوران الراس من فوق. وبعد كده مش بنزود، انا بتكلم على الجزء اللي هو اللي من فوق، اللي بعد كده بيتنى وينزل كده لتحت. يبقى الجزء اللي احنا بنزود فيه اللي هما ال 28 او 30 سطر. ده اللي انا بقول عليه، اللي قصدي عليه. بعد كده بقى بنشتغل عادي مش بنزود. فيبتدي عندي الشابو ياخد المنظر اللي هو اللي ينزل كده لتحت بالشكل ده.
لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.